السلام عليكم ورحمة الله متابعينا حلوين. النهاردة زي ما وعدتكم حاجتي خفيفة وبسيطة وتعمليها في دقايق في الحر اللي احنا فيه ده. بص، دي ملوخية انا قطفتها وغسلتها كويس ونقعتها بمية كذا مرة، غيرت لها مية. وبعد كده اخر حاجة مرحلة بنحط خل على المية ونسيبها منقوعة شوية. يلا بينا بعد ما تتنقع. طبعا سيبناها منقوعة شوية حلوين وغيرنا ميتها واتأكدنا اللي هي بقت زي الفل، ما فيهاش اي رمل ولا اي حاجة. نعمل نجيب بقى مصافي زي ما انت عارف، مصفى كده اهي. بصوا، مصفى، وتقسموا الملوخية بتاعتكم في كل المصافي اللي عندكم وتسيبوها تنشف. يلا بينا. جينا بقى مرحلة نشف الملوخية. ممكن تسيبوها على مصفى او قطعة كده تنشفوا، حتة قماشة حلوة نضيفها عندكم تنشفوا على ملوخية. لو عندكم زي نشفت الخضار، نحط الخضار بتاعنا. خليكم معايا. بصوا، نلف ده قوي. بصوا، بعد ما خلصنا، بصوا بصوا، اختراع حلو برضه. بصوا ميه قد ايه. بصوا اهو. نكمل بقى باقي الملوخيه وارجع لكم. خلاص، الملوخيه بتاعتنا اللي احنا هنفرزها جاهزه على اللي احنا نحطها في الكبه. في بيعملوها بالمخرطه وانا برضك بعملها بالمخرطه، بس دلوقتي بستسهل وبعملها بالكب، تبقى جميله جدا. لان احنا هنفرزها وبنعمل 2 كيلو، لسه هنعمل ده بياخد وقت معانا. خلاص، محضره معايا شوربه، اي شوربه عندك. لو ما عندكيش اعملي مرق دجاج وميه دافيه. ومعانا بقى نص معلقه بيكربونات، دي بتخليها خضره لاخر كيس عندك في التلاجة. يلا بينا بقى. نحط سنه بيكربونات، كل ما نحط شويه نحط منه، ونحط كمان شويه شرب. خليكم معايا اهو. نقلب فيها بقى كل شويه، وما نلاقيها تهبط معانا نحط شويه ملوخيه تانيين لحد ما نكمل مع بعض الكميه. خليكم معايا. خلصنا الكميه كلها في الكبه، عملتها على 3 مراحل. ده 2 كيلو الملوخيه. بصوا، بمغرفتين بس شوربه ونص معلقه بيكربونات. بصوا في الكبه كده جميل. نعمل بقى؟ نحضر الأكياس بتاعتنا ونحطها في الأكياس. يعني بصوا، انا جايبه بوله كده وعامله الكيس، واحط بقى فيها الملوخيه بتاعتي. يلا بينا. وادي خلصنا الكميه بتاعتنا، وبتفرديهم كده في الكيس. لو عندك كيس من ده، اكياس من دي، حطيها فيه. عندي اكياس تلاجة عاديه، خرجي بس الهواء وافرديه كده اهو. لازم يكون مفرود، ما ينفعش تحطيه مكلكع. بصوا، وادي 2 كيلو عملوا كام كيس؟ بصوا، 5. هتوفري على نفسك وقفة المطبخ ونقع الملوخية وتنشيف الملوخية وبعد كده تخليط الملوخية. لا، هتطلعي كيس وتشتغلي بيه. يا رب تكون عجبتكم تفريز الملوخية.
وجربوها بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش تجربوا تفريز الملوخية وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس. سلام عليكم.